أول حاجة شفت الأحباب، بزاف ديال الأحباب. عرفت يا صاحبي، أول حاجة اللي يعني رهيبة في المغرب أتاي. غير أتاي، غير هذاك راه يكفي. كل بلاصة مشيت ليها أكرموني الحمد لله. كل الإكرام الحمد لله. راه أهل الخير موجودين. غير كل إنسان خاصو يدير السعي ديالو. هذا رمضان خاص نجتهدوا فيه. أنا دابا إلا دخلت في رمضان غادي ندخل في مستوى ياك، ولكن إلا خرجت من رمضان خاص نخرج أحسن. فهذه العقلية إلا كنت ديما كتحسن غادي تعرف أن الله سبحانه وتعالى رحيمك، حيث رمضان شهر الرحمة، فخاصنا ناخذ الرحمة ديال الله سبحانه وتعالى، حيث فابور موجودة، غير استغل الفرصة. الأهمية ماشي الختم ولا الحفظ، الأهمية القرآن نفسه. تقرب إلى القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة ديال البودكاست تمغربيت مع الضيف الشيخ أبو بكر. الشيخ أبو بكر، مرحبا بك معنا. بارك الله فيك. شكرا جزيلا على أنك أعطيتنا شوية من الوقت ديالك في الحلقة الأولى، وأنك أعطيتنا وقت عاوتاني في الحلقة الثانية. بارك الله فيك. فمرحبا بك عندنا. مرحبا بارك بك. الله فيك. الله يجزيك الخير. الله يبارك فيك. كبداية شيخ أبو بكر، الحلقة الأولى يعني ما شاء الله ناس كثيرة عجبتها الحلقة وعجبهم الحوار معك وكان مفيد جدا للناس مختلفة. فكبداية بغيت غير نبارطاجي معك بعض التعليقات اللي جات من الحلقة الأولى، ومن ثم نطلقوا في الحوار إن شاء الله. معظم التعليقات كانت كتصب في اتجاه الوالد ما شاء الله عليه، وكيف انه خذ الخطوه اللي ماشي اي واحد ممكن ياخذها، انه يسمح في البلد الاصلي ديالو ويهاجر البلد الثاني من اجل ان يضمن الابناء ديالو انهم يحفظوا القران الكريم. فخليني نقرا لك بعض التعليقات. ما شاء الله حلقه ممتعه، تحيه كبيره للاب الصالح والام المضحيه والابن البار. سبحان الله، على الروح المرحه والطيبه. سبحان الله، هذا تعليق آخر. سبحان الله، الوالد اختار الهجرة من بلد الرفاهية إلى بلد آخر في سبيل كلام الله. الله يحفظ هذه الأسرة الكريمة ويبارك فيها. ما شاء الله، همة الأب عالية. تعليق آخر كيقول: والله كنت أتمنى لا تنتهي الحلقة. هذا الشاب رمز للأخلاق والتوكل، لا شك أن الوالد له الفضل الكبير بعد الله عز وجل. والله تأثرت كثيرا بقصته. تعليق آخر: ما شاء الله على هذا الشاب وعلى أبيه وأمه وعائلته كلها. الحلقة كلها عبر. تعليق آخر: الله يحفظ هذا الشاب ووالده وأمه وجميع من ساعدهم وساندهم. هذا أخونا من أمريكا، والده تحمل الصعاب والمشاق وحارب المستحيل ولم يقل بعيد لي الحال. جزاه الله كل خير. ما شاء الله، الأب ضحى بأمريكا من أجل أبنائه لتعليم الدين وحفظ القرآن الكريم. تحياتي لكم جميعا وللإخوة الثلاث، وجعل الله لأبيكم في ميزان حسناته. ما شاء الله على الشيخ أبو بكر، الله يرزقنا وإياه الثبات والهداية. الحمد لله أنه لا زال أناس مثل أبيه ومثله، هذا يبشر بالخير. ما شاء الله، حفظ الله أباك، ترفع له القبعة. نعم الأب الذي يضحي من أجل كل شيء لحفظ الأولاد القرآن الكريم. ما شاء الله، نحن هنا في المغرب ولم نفعل ذلك. نعم مستعان. تعليق أخير باش نبدأ في الحوار: عائلة من مجرة بعيدة لا تعرف المستحيل. ما شاء الله عليكم وزادكم الله نورا. أول حاجة، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي لما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. هو يعني الحاجات اللي وفقنا ربنا لفعلها هو توفيق من الله سبحانه وتعالى أولا،
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا كان ربنا بغى ليك الخير يعني ماشي مهم البلاصة اللي انت فيها، يعني هو إذا بغى ليك الخير سبحان الله. هو الوالد مرة مشيت معاه للحي اللي هو تربى فيه في نيويورك. هو تربى نصراني وفي عائلة نصرانية، ولكن سبحان الله وتربى في بيئة خايبة بزاف، يعني ما غاديش تتوقع يعني كيفاش. سبحان الله، يعني تقريبا كل الأصدقاء اللي هو تربى معاهم كلهم إما في الحبس ولا ميتين ولا ماتوا ولا على مخدرات، ولا يعني بيئة خايبة بزاف. وسبحان الله وربنا سبحانه وتعالى جاب رجل كوالدي حفظه الله، يعني رجل أنا أتعجب منه سبحان الله. هو الوالد حفظه الله ديما كانت يقول لي فاش كنت مازال 18 عام 20 عام هكاك، فاش كان نوجه نفسي فين غادي نمشي شنو غادي ندير وما إلى ذلك. كان ديما تيقول لي أبو بكر ماشي مهم اللي غدير، يعني بغيتي تكون مهندس، بغيتي تكون دكتور، بغيتي أي حاجة بغيتي تكون ماشي مشكل، المهم تعلم دينك، حيث هذاك هو الأساس، هذاك اللي غادي يعطيك الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. أما الحاجات الأخرى هذيك أي واحد يقدر يكون طبيب، أي واحد يقدر يكون مهندس، أي واحد يقدر يدير أي حاجة في الدنيا هذه. أما تعلم الدين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فكان ديما تيقول لنا يعني تركز علينا على ذاك الشيء، تعلم دينك تعلم دينك. مرة نعطيك قصة، كنا تمشي ونقراو عند واحد الشيخ في السيح في المدينة، فاش كنا عايشين في المدينة. هذا الشيخ رحمة الله عليه الشيخ محمد إغاثة، كان شيخ كبير من موريتانيا في المدينة. فكنا كمشيو تنقراو عليه ما قلتش نهار 3 ولا نهار 3 والخميس، يمكن جوج أيام في السيمانة. فواحد النهار أنا كنت مع الوالد، كنا مشغولين نهار كامل من الصباح حتى الليل يعني، وكان جريو من البلاصة هذه لهذه نهار كامل، حنا كان جريو سبحان الله. فآخر النهار جاء تقريبا كنا كمشيو نقراو عنده بعد العشاء، فتقريبا جاء وقت المغرب قلت صافي أنا عييت، كان عمري تقريبا 17 عام، قلت صافي أنا عييت ما نقدر ندير والو. وقلت أكيد أنا والوالد مع بعض كنا خدامين، عندنا عذر، ما غاديش نمشيو نقراو. حتى هو كان يقرا معنا على فكرة، كان يقرا عند الشيخ، حتى هو كان يقرا عليه شي كتاب. احنا كنا تنقراو انا واخويا، كنا كنقراو عليه القرآن والفقه المالكي رحمة الله عليه. المهم فتقريبا في آخر النهار قلت صافي أنا عييت غادي ننعس، فصليت المغرب قلت غادي ننعس حتى العشاء ونكمل نعس بعد العشاء، ونمشي نصلي ونكمل بعد العشاء. فأنا تكيت بعد المغرب، جاء الوالد دق على الباب، أبو بكر يلا خصنا نمشيو. قلت كيفاش الشايب هذا ما عياش. وهو هكا إلى يومنا هذا، ديما في العلم أو في تعلم هذا الدين عنده واحد حماس، وديما يعني مستمر في الموضوع، ديما تقرأ. فأنا يعني فاش أنا تنقرأ كنستحي من راسي، يعني نقول عيت والوالد وراه بتيجتهد أكتر مني، كيفاش أنا باقي شاب وهو كبير ما شاء الله، دابا
حفظه الله أكثر من 70 عام دابا، ما شاء الله. فما زال غادي يعني بحال راه شاب، سبحان الله. ما شاء الله عليه. والأب مستقر في المدينة صحيح؟ مستقر في المدينة، أي الحمد لله. ما شاء الله عليه. نعرجوا على السبب الرئيس للاستضافة ديالك في هذه الحلقة هذه. شيخ أبو بكر، أنت يلاه رجعتي من زيارة للمغرب من بعد شحال من سنة؟ 25 عام، سبحان الله. 25 سنة. فبغيناك تحكي لنا على الكواليس ديال هذه الزيارة هذه. والله الحمد لله. يعني أول حاجة شفت الأحباب، بزاف ديال الأحباب، مع أني كاينين شي أحباب ما شفتهمش، كنت كنقلب عليهم وداك الشيء. كاين واحد أخويا عزيز عليا، حبيبي، ما شفتوش، لكن إن شاء الله مرة أخرى إن شاء الله نشوفه بإذن إن شاء الله. ولكن سبحان الله شفت بزاف ديال الأحباب، الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. وخصوصا الشيخ عبد الكبير الفقيه ديالي، جلست معاه تقريبا 2 مرات كما أذكر، الحمد لله. كيف كان اللقاء مع الشيخ ديالك؟ والله الحمد لله، سبحان الله، زوينة بزاف، الحمد لله. وفي الدار البيضاء؟ في الدار البيضاء. تفاجأ؟ تفاجأ بزاف. حيث عندي واحد صديقي هو اداني للدار، فهو اتصل على الشيخ قال لي أنا جاي باش نزورك، وجايب معي واحد السيد. قال لي شكون السيد هذا؟ قال لي ما غاديش نقول لك. قال لي منين هو؟ قال لي ما غاديش نقول لك منين. انت تعرفه الا قلت لك منين. فمشينا عنده وتفاجأ سبحان الله فاش شافني قدام الباب، الحمد لله. الحمد لله. وحتى سي محمد الجوهري اللي كان أسس الكتاب، فهو إلى يومنا هذا يعني ما شاء الله كان يتهلا في الكتاب. حتى هو شفت الكتاب، ما قلش بزاف في الكتاب، غير سلمت على الإخوة والفقيه دابا اللي كاين تما، ما شاء الله سبحان الله. الكتاب اللي الآن إلى الآن موجودة في بورغون، مازال طلبة نعم موجود، الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. من بعد الشيخ، والله جلست مع أحبة بزاف، الحمد لله. يعني غير كمثال السي أحمد مرزوفي من أحب الإخوة، وأيوب زايري، وغيرهم يعني الحمد لله. وتعرفت على بعض على أحد الإخوة الذي درس على الشيخ عبد الكبير مطر قبل مني، الشيخ عبد الرحمن شاهي، هو إمام ما شاء الله تم في الدار البيضاء حتى هو. فكل واحد ما شاء الله ماشي في الطريق دياله، وتقرر كاينين منهم أئمة ما شاء الله وما إلى ذلك، والحمد لله ما شاء الله. الحمد لله. كي جاك المغرب من بعد 25 سنة؟ تغيرت بزاف. تغير المغرب؟ تطورت ما شاء الله. ولكن البيئة الإسلامية يعني عموما حسيتها زوينة إلى الآن. يعني المساجد بقى فيهم بزاف ديال الناس، والناس يصليوا ما شاء الله، وهذه كانت زوينة الحمد لله. فأسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم آمين. كانت الزيارة ديالك فقط مدينة الدار البيضاء، ولا تحت لك الفرصة أنك تزور مدن أخرى؟ مشيت الرباط الحمد لله، محمدية. مشيتي محمدية؟ هذه مدينتي. بصح. ما شاء الله ما شاء الله. كيف كان التنقل ديالك في المغرب شيخ أبو بكر؟ زعما لقيتي شي صعوبة؟ كانت شي؟ لا سهلة. لا الحمد لله. مغربي أنت؟ مغربي يا صاحبي.
سهل الحمد لله. كنت كتنقل بالسياره؟ أوكي. الحمد لله الحمد لله. وحتى سبحان الله يعني الأحبة ولاد، جلست مع الولاد ديال عمي لقمان رحمة الله عليه، جلست معهم شي شوية، غير يعني جلست مع علي الكبير، يعني مش هو الكبير يعني الكبير اللي في المغرب، جلست معه شي شوية الحمد لله. وواحد آخر أحمد كان في فرنسا، شفته غير ثواني وأنا خارج، فجاء المغرب وأنا خارج من المغرب. في المطار؟ لا ما شفتوش في المطار، شفته في دار البيضاء. لأنه ندوزو للأكل. أطربنا بالشهيوات اللي كليتي في المغرب. والله يا صاحبي الأكلات عرفت يا صاحبي، أول حاجة اللي يعني رهيبة في المغرب أتاي. لا إله إلا الله. غير أتاي، غير هذاك راه يكفي. أتاي والسمان والبطبوط بالنعناع أكيد. شنو اللي دوينا عليه قبيله؟ البسطيلة واللحم البرقوق والصفة. داروا شي طاجينات الحمد لله. أصحابي كل بلاصة مشيت ليها أكرموني الحمد لله. كل الإكرام الحمد لله الحمد لله. أكرمت في أقصى حد الحمد لله. الحمد لله. شنو الذكريات اللي باقا لاصقه لك زعما غير في هاد الزياره الاخيره من خلال الزياره ديالك للمغرب، زعما الحوايج اللي يعني ربما افرحوك من بعد هاد الزياره هذه من غير رؤيه الشيخ؟ الصراحه يعني اكبر حاجه اللي افرحتني يعني طريقه الناس، يعني أصحابي اللي نعرفهم أو ناس تعرفت عليهم، الطريق اللي غادين في الطريق الصحيح، في طريق الله. أسأل الله أن يجعلنا في طريق الله. يعني هذه حاجة كتفرحني بزاف، أنك تشوف بزاف ديال الناس يعني ماشيين في الطريق الصحيح، وخصوصا يعني الفقيه حفظه الله وجعل كل أعماله خالصا لوجه الله. الفقيه سبحان الله هو قرب بزاف ديال الناس صالحين وأحسبهم كذلك. يعني كأنه هو الفقيه حفظه الله يعني كان قدوة لكثير من الناس. وحتى أنا فاش مشيت وجلست مع الفقيه أكثر، يعني جاتني بزاف ديال الذكريات أنا نسيتهم. مثلا نعطيك كمثال، أنا مع عمري ما كان عقل على الفقيه كان لابس شي حاجة أقل من رائع، ديما لابس أحسن لباس، يهتم باللباس يعني. هو يهتم بكل التفاصيل سبحان الله بكل شيء حفظه الله. حيث من أهل القرآن وأحسبه كذلك، وأهل القرآن يعني متقنون في كل شيء. وهو يعني شفت الإتقان في درجة مثلا أنا ما كان عقلش أنه هو أخطأ في القرآن. قريت معاه يعني مش ممكن 6 سنين، ما عقلش أرى أنه أخطأ في القرآن. وكنت سولت أصحابي كتعقل واش الفقيه أخطأ في القرآن؟ كلهم قالوا لا، ما نعقلش. لا ما شاء الله عليه. لأنه حيث سبحان الله يعني الإتقان سبحان الله. وسألته سؤال إن شاء الله ما يحرجه أني أذكر الكلام الذي قال لي، لكن سألته سؤال، قلت له يا شيخ أنا حياتي كلها أجتهد في أخذ القرآن،
لكنها صعيبة. وكيفاش غناخذ القرآن؟ قال لي واتقوا الله ويعلمكم الله. صافي. سبحان الله، يعني كأني أول مرة نسمع الآية هذه، كأني ما عمري ما سمعتها من قبل. حطلك في السياق. هذا هو سبحان الله. يعني. هو التقوى. ويقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب واتقوا الله ويعلمكم الله، وما إلى ذلك. يعني هو التقوى يوصلك بفضل الله إلى أعلى درجات في الدنيا وفي الآخرة، وفي الدنيا قبل الآخرة. فأسأل الله أن يجعلنا من المتقين. ولكن كانت حاجة زوينة بزاف أني يعني شفت التقوى في أناس طيبين، يعني صادقين في طريقهم. أسأل الله أن يجعلنا منهم. هذه أكبر حاجة وأهم حاجة. الحمد لله. الحمد لله. ما تقييمك على الزيارة ديال المغرب؟ ما هي تقييم ديالك للزيارة ديال المغرب؟ أشنو الحاجة الجديدة اللي خلاتك تزور المغرب؟ باش نجتهد أكثر. هو الاجتهاد، خاصني نجتهد أكثر إن شاء الله. حينت أهل الخير موجودين بزاف. يعني بعض الإخوة اللي شفتهم هم قدوة لي، يعني ابتداء بالفقه حفظه الله، وغيره يعني من أصحابي هم قدوة لي، فأتمنى أن أكون مثلهم. فشفت الخيرات اللي هم يديروها، تنتمنى ندير بحال هكاك. تنتمنى ربي يوفقني باش يعني نقدر ندير الحاجة اللي يديروها. فالخير سبحان الله موجود في كل بلاصة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فموجودين بزاف. غير كل واحد خاصه يدير اللي عليه، خاصه يجتهد في المنطقة ديالته، في الطور دياله. نسأل الله أن يرزقنا أن نكون يعني من أهل الخير وصافي. اللهم آمين. شرتي بأن الجو العام في المغرب عجبك؟ يعني الحمد لله لا زال هناك تشبث بالإسلام والالتزام بالمساجد. ماذا عن الشباب؟ واش كاين هو نفس الشيء. يعني غادي تلقى الخايب والخير في كل بلاصة. ولكن غني يقول لك واحد الحاجة. مرة كنت جاي من الجامع مع واحد من الشباب، فكنت شفت شي دراري يمكن أعمارهم 10-12 عام بحال هكا تقريبا. شفتهم تيلعبوا بالبيكالات وتيديروا شي حركات وداك الشيء. قلت لهم ما شاء الله حركات هكا. قلت لهم، فواحد قال لي شي كلام خايب ما نذكرش شنو قال. فأنا كنت ماشي، قلت خليني نرجع له ونهضر معاه. فقال لي كلام خايب. قلت ليه؟ سولته، قلت لي كتعرف شنو هي أهم حاجة في الدنيا؟ فما زال الدري هذا كان يضحك، ولكن الدراري اخرين قالوا له اسكت اسمع. فقلت لي شنو هي اهم حاجه في حياتنا؟ قال لي شنو هي؟ قلت له الادب. يعني عندك الادب يا صاحبي، عندك كل شيء. فقال لي شكرا ليك، ودوت يشكروني. سبحان الله. أرى أهل الخير موجودين. غير كل إنسان خاصه يدير السعي دياله، كل إنسان خاصه يسعى في الوسع دياله، وربي غادي يوفق إن شاء الله. كانت عندك شي
زيارة المساجد المختلفة في مدينة الدار البيضاء؟ ما مشيت لمسجد الحسن ثاني مرة. مهم. ما عقلتش على سمية المساجد اللي مشيت لهم، ماذا عن الجمعة؟ غير مساجد عادية. مسجد. مساجد عادية. أهم حاجة لي في الرحلة هذه باش نشوف الأحباب ونجلس مع الأحباب الحمد لله. الحمد لله. هذيك الحمد لله قضينا الغرض الحمد لله. يعني قدر المستطاع. كاين شي أحباب ما شفناهمش لكن الحمد لله. مهم. ما تيسر. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. شي سؤال آخر على المغرب ولا شيخ؟ احنا مقبلين على رمضان وبغينا زعما كيفاش زعما نستعدوا لرمضان وحنا دابا في شعبان ان شاء الله. بعض النصائح للإخوة والأخوات زعما الاستعداد لرمضان. صراحة خاصة نفهموا واحد الحاجة، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون، وخلق في الكون أناس وأعطاهم التكليف نحن كبشر. وفي هذا التكليف الله سبحانه وتعالى لم يتركنا هاملا، يعني أعطانا الدليل باش ما نضيعوش. مثلا إلى عندك شي طونوبيلة ياك، إلا كانت شي مشكلة غريبة في الطونوبيلة ما تعرفش كيفاش تصلحها، تمشي تقرأ الكتاب ديال الطونوبيلة وكل شيء غادي يكون مكتوب تما. إلا طرات لك هادشي دير هكا وهكا وهكا ياك. علاش كتمشي الكتاب؟ حيث الصانع اللي تعرف الطونوبيلة، اللي صنع الطونوبيلة، غادي يعرف كيفاش تهلا فيها مزيان. دابا الصانع ديال أجسامنا، الصانع ديال العالم هذا كله الله سبحانه وتعالى، هو الصانع وهو الرازق والخالق والرازق ياك، وتيدبر كل شيء، تربي وما إلى ذلك ياك. فهذا الله سبحانه وتعالى فاش أعطانا هاد الشيء كله أعطانا دستور ياك. والله سبحانه وتعالى أكرمنا بأنه هذا الدستور كلامه ماشي مخلوق. كاين شي حاجة في الدنيا ماشي مخلوقة غير القرآن؟ لا، هذا القرآن كلام الله. الله سبحانه وتعالى اختار هذا الشهر باش ينزل رمضان، واختار ليلة القدر باش ينزل ياك. والله سبحانه وتعالى فاش اختار هذا الشهر عظمه. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة كما قال سبحانه وتعالى. فهو الذي يختار، واختار تعظيم هذا الشهر، شهر رمضان. فبالتالي الله سبحانه وتعالى أعطانا فرصة للغفران ورحمته في هذا الشهر ما يكونش في غيره. فالسؤال مثلا يعني إلى شي واحد، إلى الباترون ديالك جاء عندك قال ليك إلى خدمتي في النهار هذا غنعطيك $1,000,000، والله غادي تجي النهار هذاك وتخدم أحسن خدمة، ما تنعسش، مش يعني تخدم من 24 ساعة عادي ياك، حيت $1,000,000. صحيح. شنو هو $1,000,000 مقارنة بكلام الله؟ ولا شيء. كلام الله ما كاينش أخير منه، ما كاينش. فهذا الكتاب الله سبحانه وتعالى
عظم هذا الشهر به. ياك؟ فبالتالي الله سبحانه وتعالى رزقنا أو سيرزقنا بالرحمة وبالغفران. فهل سنستغل هذه الفرصة برحمة الله؟ وش هي رحمة الله؟ يعني أكثرية الناس يعني كنشوفوا في رحمة الله يعني غير يعني كلمة. الرحمة ديال الله سبحانه وتعالى لولا رحمة الله ما يكونش عندنا القرآن. لولا رحمة الله ما جاناش النبي عليه الصلاة والسلام. لولا رحمة الله لكنا كفار. لولا رحمة الله بزاف ديال الحوايج ما طلعش الشمس. لولا رحمة الله وما إلى ذلك، غادي نزيدوا ونزيدوا 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 ما لا يحصى. رحمة الله سبحانه وتعالى هي كل شيء. فربنا يعطينا فرصة باش ناخذ رحمته في هذا الشهر. فالإنسان خاصو يجتهد بزاف. والنبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا. كيفاش تيدخل في الشهر هذا؟ أول حاجة في شعبان تيجهز راسه، كان تيصوم بزاف في شعبان، كان تيكتر في الخير بزاف في شعبان. وعاد باش في رمضان تيقولوا يعني ما يكونش بحاله، ما يكونش بحاله في رمضان. الخير ديالو تيكون كالريح المرسلة كما قالوا عليه رضوان الله عليهم. فهذا الشهر هو النبي عليه الصلاة والسلام كان تيصوم فيه أكيد. والصيام ماشي غير ما كان ناكلش. الصيام فيها تقرب إلى الله بعدم الأكل وبعدم الشهوات وبعدم محرمات وما إلى ذلك. ياك؟ ثم وعاد باش كان تيقوم في الليل كان تيقرأ عن جبريل القرآن، تيختم عليه بزاف ديال المرات قدر المستطاع. فهكذا كان رمضان النبي عليه الصلاة والسلام. والعشر الأواخر ما كانش تينعس بالليل، كان تيقوم الليل كله. وهكذا احنا خصنا ناخذ رمضان هو القدوة ديالتنا. صلى الله أن يقربنا إليه سبحانه وتعالى بتقربنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا رمضان خصنا نجتهد فيه. فالإنسان خصو يكون عنده فكرة واقعية في عقله في رمضان. هي شنو؟ أنه أنا دابا إذا دخلت في رمضان غادي ندخل في مستوى، ياك؟ ولكن إذا خرجت من رمضان خص نخرج أحسن. رمضان غادي نكون هنا، لكن بعد رمضان يمكن ننزل شوية، ولكن خصو يكون أحسن من اللي كنت قبل رمضان. يعني رمضان أنا غادي نكون هنا، قبل رمضان هنا، وبعد رمضان يعني أحسن من اللي كنت في شعبان. فهذه العقلية. إذا كنت ديما كتحسن غادي تعرف أن الله سبحانه وتعالى رحيمك. وإذا ما تحسنتيش كيفاش غادي تقول أن الله رحيمك؟ وهذا الشهر ديال الرحمة، الرحمة فاتتك، يعني جاتك فرصة كبحال رحمة الله وتفوتك. كيفاش؟ المفروض لا. فكل إنسان خصو يشوف مهما كنتي، إذا كنتي أسوأ الناس، إذا كنتي من أسوأ الناس في الدنيا، تحسن شوية، زيد شوية. إذا كنتي خير الناس زيد شوية. مهما كنتي في أسفل السافلين ولا أعلى العلوين زيد. حيث رمضان شهر الرحمة، فخاصنا ناخذ الرحمة ديال الله سبحانه وتعالى. حيث فابور موجودة، غير استغل الفرصة. صلى الله أن يرزقنا رحمته في هذا الشهر. اللهم آمين. خاصة وأننا لا ندري هل ندرك زعما رمضان القادم أم لا. يعني هي فرصة من ذهب.
الواحد يتوب نعم. إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع والعودة. طيب في رمضان يعني دوينا على ما قبل رمضان، طيب أثناء يعني وسط رمضان نصائح يعني للإخوة والأخوات يعني في القرآن. رمضان. القرآن كلام الله، تعلق بالقرآن بأي شكل من الأشكال اللي تقدر. إذا بغيتي تختم القرآن اختمه، إذا بغيتي تفهم القرآن افهم، إذا بغيتي تحفظ القرآن احفظ. ماشي الختم، ماشي هو الأهمية، ماشي الختم ولا الحفظ، الأهمية القرآن نفسه. تقرب إلى القرآن، حيث إذا تقربت إلى القرآن قد تقرب إلى الله. هذا كلام الله، هذاك هو النور. فإذا تقربنا إلى النور نسأل الله أن يرزقنا نوره. فالقرآن، عليكم بالقرآن، يعني كل ما تزيد أكثر من القرآن كل ما أحسن. يعني كل الحسنات زيد في الحسنات، أي حسنة، يعني الحسنة اللي تجي سهلة ديرها قبل أي حاجة صعيبة. دير السهل أول شيء، يعني ركز على السهل، والصعيب دير منه حبة صغيرة على قدر الاجتهاد. كاين حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: حب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فالمداومة هي أحسن حاجة اللي غتداوم عليها حياتك الكل. شيخ، بغينا نعرجوا على النصائح للشباب بمختلف يعني الفئات ديالهم. احنا دابا كنعيشوا في واحد الوقت ما شاء الله، يعني وسائل التواصل الاجتماعي يعني بهذه الكميه اللي كاينه سهل ان الشباب انه يضيع وسطها. شنو اللي ممكن توجه لهم ككلمه انهم يرجعوا او على الاقل يتشبتوا بالدين ديالهم؟ صلى الله أن يقربنا إليه ويجعلنا من الصالحين ومن أهله. هو أول حاجة الثبات في الدين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول ربنا تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فالمفسرون يعني تكلموا في هذا الشخص من هو. يعني أتته الآيات، عنده العلم وما إلى ذلك، وانسلخ من الدين، يعني خرج من الدين. سبحان الله. فهذا شيء يخيف جدا، أنه الإنسان يكون على الطريق الصحيح ثم ينسلخ منه، يخرج منه. شيء مخيف جدا. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الدين والتمسك به فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذه أول حاجة خاص نفهموها. فإذا بغيتي شي حاجة اطلبها من الله، حيث هو اللي تعطيها، واسعى فيها لله وفي الله. دابا مثلا أنا إذا بغيت نكون على الدين، بغيت نكون على الطريق الصحيح، أول حاجة خاصني نطلب من ربي يهديني ويرزقني باش نكون على الطريق الصحيح. وقدوتنا عليه الصلاة والسلام كان ديما تيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إلا كان هو ديما تيقولها هذه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني أكيد إحنا باش نخافوا، خاصنا نخافوا أننا يمكن نزيغ، صلى الله السلامة. فبالتالي أول حاجة خاصنا نطلب من الله سبحانه وتعالى أنه يرزقنا أن نكون في الطريق الصحيح. هذه أول حاجة. وثاني حاجة، يعني إذا طلبتي من الله شي حاجة وانت ما كتدير والو في ذاك الطريق،
بحال كتستهزئ بالله، خاصك دير شي حاجه، دير اقل حاجه، دير بزاف ماشي مشكل، ولكن اقل حاجه دير اقل حاجه، ولكن خاصك دير شي حاجه، خاصك تبين لرب العالمين اني انا جاد في هذا الطريق، واخا كندير شي حاجه صغيره لكن انا اسعى وداوم عليها، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: قل امنت بالله ثم استقم، ابقى تما، ابقى على الدين، هذاك هو الصعب باش تبقى عليه، تبقى غادي في الطريق الصحيح. فإلا بديتي شي حاجة ما تحيدهاش أبدا حتى تموت. مثلا أنا كنصلي الصلوات الخمس الحمد لله، بغيت ندير 2 ركعات قبل الفجر، ياك بغيت نديرهم في حياتي، إلا درتهم في حياتي مستحيل نحيدها حتى نموت. إلا زدت شي حاجة أخرى مستحيل نحيدها حتى نموت. هذيك العقلية اللي خاصنا. إلا درتي بحال هكا ربي غادي يوفقك بحاجة أكبر وأكثر، حيث هو هذاك التوفيق من الله، ماشي مني أنا ولا من شي واحد آخر، هذاك من الله سبحانه وتعالى. فإذا بدينا في طريق وكنا جادين في الطريق وكنا مداومين في الطريق، ربي غادي يوفقنا، التوفيق غادي يجينا. اللهم آمين. الكلام والحديث معك الشيخ يعني شيق، وحنا بارك الله فيك. ما بغيناش نطولوا عليك زعما. شكرا جزيلا انك قبلتي انك تعطينا من الوقت ديالك شيخ. بارك الله فيك. شوف الشباب الا بغاو يضيفوا شي حاجه، اطربنا الشيخ محمد. الشيخ هو هنايا. سيدي بوبكر، هضرتي عن القرآن رمضان، كيفاش نتعاملوا مع القرآن هذا رمضان؟ كيفاش نتعاملوا مع القرآن في رمضان؟ والله أول حاجة خاصنا نفهموا أبواب القرآن. الباب الأول قراءته، ولكن قراءته كما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام، فبالتجويد ومخارج الحروف وما إلى ذلك. فالإنسان خاصو ديما يربي لسانه باش يقراها كما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه التربية ممكن تأخذك عمر كامل، ما غاديش يجيك في نهار ولا سيمانة. هي ماشي المهم، ماشي الصوت، ماشي صوتك خاصو يكون أحسن صوت في الدنيا، لا 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 لا. كاينين شي وحدين تسمع صوتهم عادي، ولكن يقراوا القرآن رهيب. علاش؟ حين تربوا لسانهم على الطريقة المحمدية في قراءة القرآن عليه الصلاة والسلام. فهذه أول حاجة القراءة. ثاني حاجة فهم القرآن، يعني القرآن لم ينزل يعني كصوتيات حاجات زوينة، لا 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 لا، أنزل بعبر وبحكم، خاصة نفهموه. وحتى هذا الفهم يمكن يأخذ عمر كامل، وحتى إلى خذ عمر كامل يمكن ما تقدرش تفهم كليا، حيث هذا كلام الله، وكلام الله يعني عميق. وثالثا يعني تدريس القرآن، حين إلى ربي أعطاك نعمة خصك تعطي الناس. ورابعا يمكن قد تكون حتى معلقة بالثالثة الدعوة إليها، الدعوة إليه، أن ندعو الناس إلى القرآن
حين هذه أكبر نعمة في الدنيا. فإذا عرفنا الأبواب هذه دابا كيفاش نقدر ندخل في الأبواب هذه أكثر، كيفاش نزيد في الأبواب هذه أكثر، فهمتي؟ فإذا زدتي شوية كل عام في رمضان أو غير رمضان زوينة بزاف. ولكن حاجة أخرى، القرآن هو ماشي مهم غير في رمضان، القرآن مهم في العام كامل. كاينين علماء تيقولوا اللي ما تيختمش القرآن مرة كل شهر آثم. كاينين علماء تيقولوا هذا، اللي ما تيختمش القرآن مرة كل شهر آثم. وقال سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكثير من العلماء يقولون هاجر القرآن اللي تيقرأ أقل من اللي ما تيختمش في شهر. فهذا للعامي، للمسلم العامي، فما بالك بأهل القرآن؟ خاصة نقرأه. وهذا أقل معروف مع القرآن، أو مش معروف، بأقل واجب مع القرآن. فصلى الله السلامة يعني، وأنا من أكبر المقصرين، الله المستعان، صلى الله أن يغفر لي. أنت درتي الإمامة كيفاش تستعد رمضان كإمام غادي تأم بالناس لمدة رمضان كلها؟ كيفاش يكون الاستعداد؟ كي تدوز هذا رمضان وانت غادي تأم بالناس، تقرا القرآن من الفاتحة حتى لسورة الناس، كيفاش تدوز هذا رمضان وقبل رمضان؟ بغيناك تعطينا بالتفصيل باش نقل المشاهدين الجهد الذي يقوم به الأئمة. هو على حسب الإمام، يعني كاينين أئمة جهزوا لهذا الموضوع حياتهم كاملة. يعني كيفاش جهزوا لحياتهم كاملة؟ يعني يمكن قرأوا القرآن آلاف المرات، فبالتالي جاهزين. فاش يجي وقت رمضان غير تيقرأوا، حيث هما ديما تيقرأوا، ديما يقرؤون القرآن. فبالتالي فاش يجي التراويح صافي. وكاينين شي واحدين ضعفاء شوية في الحفظ، فتيجتهدوا قبل كل سميتو كل ليلة، تيجتهدوا وتيقرأوا قبل كل ليلة ويجتهدوا باش يكونوا جاهزين ويقرأوا مزيان. سبحان الله. ولكن سبحان الله، هذاك الموقف فاش تقف أمام الله سبحانه وتعالى وعندك مسؤولية كل الناس اللي وراك، يعني صعيبة شوية. فبالتالي يمكن الأخطاء تكون أكثر من العادة. مثلا أنت كتقرأ بوحدك يمكن ما تخطأش، ويمكن تحس بحال راه حافظ بحال الفاتحة. أنا كان عقل أول مرة أميت التراويح تقريبا كان عمري 12 عام 13 عام، شي حاجة بحال هكاك، في ميشيغان. فأميت ونسيت شنو بعد مالك يوم الدين. مالك يوم الدين حيت ورش، نسيت شنو بعد مالك يوم الدين. هذه أول مرة استغربت، يعني كيفاش نسيت الفاتحة. صعبة باش تؤم الناس وما تجيبش أخطاء. ولكن كاينين مشايخ ما شاء الله عندهم إتقان عجيب، كاينين حفظهم الله. هذا الإتقان اللي عندهم على سنوات ديال جهد والتعب والقراءة حتى الفهم. هؤلاء أكيد غادي يكونوا فاهمين، حيث صعيب ما تقرأ القرآن هكاك بدون فهم وما تخطئش.
خاص يكون فهم موجود حتى هو. يدخل المتشابه وتدخل واحد اللقطة من بعد ما خطأتي في الفاتحة هذيك الليلة بكيتي ولا جبتي 12 سنة؟ لا والو، حيث الوالد قال لي عادي. الوالد كانت الاخر تقرا ها رجعتي الغد الاخر ما حسيتي بحتى شي حاجه؟ لا، كنت ديما اي مره كان دخول باش نأم الناس يعني صعيبه يعني، وهي على حسب يعني اذا تعودتي عليها تكون اسهل شويه، لكن ديما صعيبه. نعم. وجب نقدروا الدور ديال الامام على طول السنه وخاصه في رمضان، لان مجهود ليس بالسهل. ديما صعيب. جزا الله كل الائمه خيرا علينا. امين يا رب. وبارك الله فيك اخي ابو بكر، وشكرا جزيلا على الوقت ديالك، واسمح لنا. ايش رايك نقرا شويه قران؟ تفضل. باش نختم احسن ما ممكن نختم به ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم. بارك الله فيك. شيخ، بعد قراءة القرآن دعاء الإخوة ديالنا في فلسطين والأمة الإسلامية عامة.
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ومعينا يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ومعينا يا رب العالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك شيخ كريم. شكرا ورمضان مبارك على الجميع.